أكثر من 90% من الناس من الجمهور اللبناني ما بيتابع ولا بيشاهد جلسات اللي بتحصل بمجلس النواب واللي بتنقل مباشرة على التلفزيون، خاصة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الحاصل هلأ من امبارح، وبيمتد على أيام للانتهاء من التصويت على هذا المشروع. هلأ السبب الأساسي مش لانه بس الناس ما عندهمش وقت يقعدوا انه كل واحد مشغول بحاله يقعد يسمع عدد كبير من النواب شو عم يحكي، انما الناس عندهم حالة استسلام وقرف انه هيدا الاستماع ما رح ينتج ولا رح، وكلام مبتذل ومكرر على مدى سنين طويلة، لا رح يقرب ولا رح يأخر. بصير الحال الواحد يقول انه خي هذا امر صرنا معودين عليه، لا بيقرب ولا بيقدم. هلا هو فعليا صحيح انه تعودنا عليه لانه هذا عم يتكرر وما رح يصير في تقدم، ولا بالعكس عم يصير في تاخر. يعني موضوع التقدم بمعنى انه يتغير او يتحسن الاداء، ولكن هذا عدم التقدم عم بيرتب تبعات كبيره علينا على كل فرد لبناني، على كل مواطن عايش بلبنان او برات لبنان. من هون إهمال أو عدم المتابعة عم بيأثر جزء منه بشكل كبير على التقاعس عن محاسبة هؤلاء النواب أو ما يسمى ممثلين الشعب، واللي هن منتشرين أو على كل فئات المجتمع، طوائف ومذاهب ومناطق وأحزاب وإلى آخره. هلا السؤال بيرجع بينطرح أو بيطرح نفسه، هو إنه قديش نحن لازم نهتم، ما بدها القصة تفرغ وقت أو تخصص أكاديمي لتقدر تعرف إنه أرقام الموازنة وين صح وين غلط وطلوع. هيدي إلى ناسا اللي هن مفروض يختارون الواحد يكونوا عالمين بهذا الأمر ليناقشوا، ولكن العنوان العريض أو الأولويات كيف يدل أي مواطن عادي بيسمع أو بتابع بشيء قليل، يعني بيقدر يميز انه شو اللي عم بيصير تحديدا بهالجلسه او بهالموازنات. هلا الموازنه هاي كما الموازنات السابقه بتقتصر على نقطتين او هن عنوانين اساسيين. نسبه كبيره من الموازنه 85% او اكثر تصرف رواتب واجور وتشغيل للدوله ونفقات، يعني هذا دفع. الجزء الاخير الثاني المتبقي واللي هو بسيط بيتعلق بالانماء او بالمشاريع او مثل ما بتتوزع على كل الوزارات حسب استنسابيه معينه. كمان هي موضوع جدل، ليش بتاخذ هاي اكثر؟ لانه ما في تحديد خطه او برنامج او اولويات تلامي. هلا الشأن كمان الثاني اللي فايت على الموازنه وهو مخالف للقانون والدستور باعتراف الكل وبيرجعوا بيمشوا فيه، هو إحداث ورفع الضرائب على المكلفين، يعني المواطنين إن كانوا مقيمين وإن كانوا برات لبنان. هذا أمر عم يتم من ضمن الموازنة، علما أنه قانونا ودستورا هذا لازم يجي بمشروع قانون مستقل. كل إحداث ضريبي بده قانون، وكل رفع ضريبي بيجي هاي. هلا الحكومات السابقة مشيت خالفت ومشيت وراها، وهلا هاي مكملة. صار الأمر شبه عادي، يعني ما عادش حدا إذا لفت النظر له، بس إنه ما حدا بيتوقف عنده أو بيوقفه. والأمر الثالث اللي هو كمان مهم وأساسي وما عم بيتم حله، إنه كل النواب بيطلعوا بيخبرونا بيقولوا إنه إحنا عم نعمل موازنة بلا قطع حساب من سنوات وماشيين. هذا موضوع بده تفصيل أكثر، ليش بيعملوش قطع حساب؟ لأنه بكل المحاسبة أو المبادئ العامة بتقول تعمل قطع حساب لتعرف بالسنين الماضية شو صرفته، شو عملته، شو بقى عندك، وين راحت المصاري، كيف، وبعدين تعمل موازنة على أساسها يعني الموازنة هي للسنة القادمة، قطع حساب هو عن السنة الماضية. بقى من هون هيك باختصار بدون كتير تفصيل، الموازنة مثل ما عم تنعمل أو مثل ما ماشي بلبنان هي حفلة تكليف الناس بالضرائب لجمع الإيرادات والصرف أو
منه على مشاريع منتجة أو تبقوا تغيير الضرائب، حتى لو كان تخطينا قصة مش مزبوط، يتم تكليف الناس ذوي الدخل العادي أو بطالوا الضرائب، مش أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أو مطرح ما لازم تنفرض الضرائب، تنفرض على الشعب العادي اللي هو بقديش عم بيعاني، بتزيد معاناته، واللي هو إذا بدنا نحكي هو الأكثرية من المجتمع، اللي هو بيشكل الأكثرية الناخبة. يعني مش جماعة اللي معهم مصاري هن الأكثرية بلبنان، هودي أقلية، ولكن للأسف متحكمين. هو بيجوا بيعملوا نواب بيجوا بيعملوا نواب بأصوات هاي الأكثرية من الناس العادية اللي دخلها متوسط أو ما عندهاش دخل بالمرة، أو تلامس خط الفقر اللي هو هلا زايد بلبنان من بعد هالمراحل اللي بقينا فيها. المهم إنه نحن هاي الموازنة بتلامس حياة كل مواطن لبناني وبتأثر تأثير مباشر. ما في يقول أنا خيي مش فارقة معي ولا معني بهالقصة لأنه أنا عايش ومستغني عن هالوجع الراس. هيدا هو وجع الراس بحد ذاته، هيدا بيعطل شغلك أو بدفعك مصاري، بيرفع الكلفة عليك بحياتك اليومية، بنفقات معيشتك، بولادك، بالاستشفاء تبعك، بروحتك على الطريق، بتنفسك، بصحتك، بالهواء نظيف. كل هيدي الأمور متعلقة هون، يعني بتبلش هون بجزء كبير منها. ولكن حسنات الديمقراطية اللي نحن هلا متغنى فيها بلبنان انه بتعطي الفرصة لكل المواطن بيختار كل 4 سنين اللي بيلاقيه هو بالنسبة له صالح او مناسب او يجب او بيعمل على تحسين اوضاعه. اما سيئات الديمقراطية بلبنان انه تحولت هالفرصة للاختيار والتغيير الى فرصة للتجديد لهؤلاء الممثلين الشعب، والتغطية ارتكاباتهم وفسادهم وتقصيرهم وإهمالهم وتقاعسهم عن المحاسبة. بيعطيهم إياها الناخب، هو مجموع الناس بيجدد لهم بشكل يضفي شرعية وقانونية على تمثيلهم، يطلع يقول لك بالآخر أنا الناس بدهم ياني انتخبوني، مش أنا جيت غصبا عن حدا. وهودي الناس لو ما عندهم ثقة فيي ما اختارون، وتتكرر الأمور وبتنعاد. من هون يبدو إنه لهلا مع كل اللي عم بيصير واللي صار ما في امل واحد يتامل بتغيير كبير او بخرق هذه الحلقه المسكره اللي هي بعدها بتعيد انتاج نفسها موزعه على كافه المكونات، الفئات، المذاهب، سموها ما شئتم، معروفين يعني. مجموعه ما زالت تحكم وتتحكم وتتبادل المصالح وتتقاسمها معها، ورغم كل هالصخب اللي بنشوفه يعني والجدال السياسي انت وانا والى اخره، اما فعليا باداره الدوله كله نفس الاسلوب ونفس الطريقه، بدافع عن مصالحه الخاصه وبتشارك او تحت ستار هي الك هيدي النا، مثل ما انت بتعمل نحن بحق لنا نعمل. بعتقد كل الناس اللي رح يسمعونا هلا بيشاركونا هالرأي وبوافقوا معنا، وحتى مستعدين نتحمل تعليقات او نطلب من الناس يعبروا عن رأيهم بهذه المسألة، لأنه مسألة مهمة وأساسية كثير.